ذكر هنا المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحلتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. الأولى وهو ابن 12 سنة، والثانية وهو ابن 25 سنة، أي بين الرحلتين 13 سنة. وكانت رحلته الأولى صلوات الله وسلامه عليه كان فيها مرافقا لعمه أبي طالب، كان مرافقا لعمه أبي طالب. وكما أشار ابن كثير رحمه الله أخذه معه إلى الشام في رحلته، لأنه ليس هناك من يقوم عليه لو تركه في مكة، فكان أخذه له من تمام لطفه به ورعايته له وعنايته به صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، أي تجارة لعمه، فكان في هذه الرحلة صغيرا ابن 12 سنة مرافقا لعمه أبي طالب. قال: وذلك من تمام لطفه به، أي عمه، لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. قال: فرأى، أي عمه، هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات، يعني في ذلك الوقت المبكر من حياته عليه الصلاة والسلام رأوا من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. من هذه الآيات ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله مما رواه الترمذي في جامعه، وقوى إسناده ابن كثير، قال: رجاله كلهم ثقات. والترمذي عندما رواه في جامعه قال: حديث حسن غريب. والحافظ بن حجر رحمه الله قال: وإسناده قوي. وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: من تضليل الغمامة له، من تضليل الغمامة له، أي في حر الشمس وشدتها تضلله في طريقه صلى الله عليه وسلم الغمامة، وميل الشجرة بظلها عليه، وميل الشجرة بظلها عليه. ومن ذلكم أنه جاء مرة وهم جلوس في ظل الشجرة فما بقي له مكان فجلس فمال الظل عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتبشير بحيرة بفتح الباء الراهب به، وتبشير بحيرة الراهب به، أي أنه ذكر لعمه وللمرافقين معه ما يراه فيه ويلمح فيه من أمارات النبوة وعلاماتها، وأوصى عمه به، أوصى عمه به. وبناء على هذه الوصية فإن عمه أعاده إلى مكة، لأن الراهب ذكر لعمه أنه يخشى عليه من اليهود أن يتعرضوا له بأذى. قال: وأمره لعمه بالرجوع به لئلا تراه اليهود فيرومونه سوءا. وجاء أن عمه بعثه مع بعض غلمانه إلى مكة، وواصل بقية الرحلة بدونه خوفا عليه وشفقة عليه، وبعثه مع بعض غلمانه إلى مكة. هذه هي الرحلة الأولى للشام، والتي رحلها نبينا عليه الصلاة والسلام وعمره إذ ذاك 12 سنة، وكان مرافقا لعمه أبي طالب.